والله شباب شاذين معكم من هذا المقال. هذا يمكن معكم فيديو جديد عن كلاش رويال. اليوم فيديو عن السنيك بيك الرابع، وهذا السنيك بيك راح يختص بالكؤوس العالية، يعني كؤوس 4000 فما فوق، وإضافة راح تكون اسمها ليجوز أو ليجا، ما أعرف اسمها بالضبط، لكن لما تشوفون بالفيديو هي مشابهة لكلاش اوف كلانس، يعني نفس إضافة الدروع. 9 دروع راح تنضاف فوق كؤوس 4000، تبدي من البرونزي والفضي والذهبي وماستر 1 ماستر 2 ماستر 3 وتشامبيون وجراند تشامبيون والتيمت تشامبيون. لكن شنو فائدة هذني هاي الدروع؟ راح تعطيك زيادة بطاقات كل صندوق، وأيضا إضافة صندوق جديد، صندوق رهيب يعطيك أكثر من بطاقة، يعني يعطيك بطاقتين سوا، تختار كل بطاقة يعطيك اختيارين، يعني مثلا يطلع لك بطاقتين أسطوريات، مثلا سباركي وبرنسس، تختار واحدة من عندهم. يطلع لك مثلا العملاق جاينت والهوك، انت يا اللي معتازه تقدر تختاره وتعوف الثاني. فهاي فكرته، فكرة من عنده هاي. وأيضا يحمل هذا الصندوق على يعني أكثر من بطاقة، مو بطاقة واحدة. تزداد كل ما تقدمت بالدوري، يعني بالدوري الدوري البرونزي 110 بطاقة، لحد ما يصعد إلى الدوري الألتيمت تشامبيون اللي تشوفوه بالصورة، آخر دوري يعطيك 9000 جولد إلى 10 501 بطاقة، 60 بطاقة من عندهم ممتازة. 60 بطاقة، 60 بطاقة يعني رقم رهيب. هسه راح نفتح الصناديق ونراويكم شلون طريقة الفتح. 6800 جولد. هنا عندك اختيارين، عندك بربر عندك زاب، يا اللي تحتاجه تختاره تضغط عليه، يعني عملاق تاور تقدر تختار العملاق او تختار تاور على حسب رغبتك انت البطاقة اللي محتاجها. مثل ما تلاحظون هسه بطاقتين اسطوريات، ما تاخذ اثنين، تاخذ وحدة انت اللي تختارها. الممتاز نفس الحالة، فاتصور وصلت الفكرة. وايضا بعد شغلة الارينا الجديدة، ارينا الشامبيون، راح يتغير شكلها كل ما يعني تصعد درع، يعني الدرع اللي انت وصلت للارينا ارينا الشامبيون، انت كوسك راح تظل تصعد كل ما تصعد. يعني مثلا بالدوري البرونزي، الدوري البرونزي راح يطلع لك شكل الدوري البرونزي على الارينا اللي انت بيها. صعدت اكثر راح يتغير الشكل، صعدت الدوري الفضي راح يتغير شكل الارينا الى الدوري الفضي، وهكذا كل ما تصعد يتغير. لكن الارينا ثابتة مثل ما تلاحظون، شكل الارينا ثابت، فقط شكل الدرع اللي يتغير. هذا مثل ما شفتوه في الصناديق. ان شاء الله يكون التحديث عجبكم، الفيديو عجبكم، لا تنسونا لايك واشتراك، والى اللقاء. اترككم مع نهاية تفتيح الصناديق. بيس.